يشدوه، ما عندوش مناش يمشي، غادي غير طلع الجبل. هذا هو اللي كيقولوا لنا طلع الجبل. الحيوان سبحان الله، الحيوان ما كيقدش يحرك عينيه بزاف وكيطير بجوج. السلطات الجزائريه ملي شافتهم جايين كيدرعوا هزوا سيدي وبداو باغيين يشيريو عليهم، عند بالهم بانهم مغاربه باغيين يكرروا ديك الواقعه اللي وقعت هذه شحال، فاذا بجندي مغربي كيدخل. خوتي راه بعض الجزائريين راه دايرين واحد الفضيحه في العالم. الصحافه التايلانديه كلها هاد اليومين راهي تهضر على زوج جزائريه سراقين كانوا يسرقوا في مطار بانكوك. دابا هذا قال لك راه كيداوي راسو دابا. مصيبه. هاد السيد خاصو يخرج 30 قصعه في الشهر، كل نهار خاصو يخرج قصعه، راه كارثه. خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد، غنشوفوا فيديو جديد، مشاهد جديده. المهم خوتي ما تنساوش ديروا لنا الكاسك، راه الكاسك ضروري للحياه. لننطلق. رحم الله من عرف قدره ولزم حده، ما كاينش بحال البساطه. هاد السيد راه حاصروه البوليس، هاد السيد راه مول القطقاط حاصروه البوليس، صافي واقيلا غادي يشدوه، ما عندوش مناش يمشي، غادي غير طلع الجبل. هذا هو اللي كيقولوا عليه طلع الجبل، هذا هو اللي كيقولوا عليه طلع الجبل بحال العنكبوت. خوتي غادي نشوفوا واحد الحيوان غريب على حال قرد، موجود تقريبا في جهه الفلبين. حيوان غريب. الحيوان سبحان الله، الحيوان ما كيقدش يحرك عينيه بزاف وكيحرك بلاصه ما يحرك عينيه كيحرك راسو، ما كيرمش بزاف هذا الحيوان. واش لا مخرجين داروا به افلام ديال الرعب، خصوصا واحد الفيلم مرعب في الثمانينات، عطاو كل اللي قد يقول سميت هذا الحيوان وكذلك يسمي ذاك الفيلم مرعب. انا تفرجت فيه اول مره ديك الساعه كنت صغير. هذا هو الفيشه ديال هذا افضل حارس كيطير بجوج. اش ترقع بالعرض باطل، بالعرض باطل، نشوفوا بالعرض باطل. هذه كاميو، هذه كاميو. أشواق. هنا الناس فين كيشبعوا فلوس وكيوصلوا واحد المستوى ديال الرفاهيه بكري، واحد الرفاهيه نيتا ما عندنا ما نقولوا، كيولوا شي كيهرج لشي طوموبيلتو باش كيداويو ريوسهم من دوك الامراض. المهم خليكم تشوفوا. المهم ما ديروش بحال خوتو، ديروا الكاسك، ديروا الكاسك اللي يجيب لكم شي حجره ولا شي حصى، راه الناس جالو هادي دابا هذا قال لك راه كيداوي راسو دابا. مصيبه. افين راكم اللي باغيين ديروا القطقطات، اجي تشوفوا القطقطات كياكلوا راسهم.
حذاري ما تديروش بحال هادو راهم شبعوا. حنا راه مازالناش اللي هادو راه شبعوا. هذا عجين صغير راه كيتسرى وليدي، راه شدو شي بوليسي قال له اش كدير انت ما عندكش الحق دوز هنا غادي نحبسوك واقيلا انت راك مهرب انت انت حيوان غير اش حازك المزغوب اش حازك. راه المعامله مع الحيوان ماشي بحال المعامله مع البشر. واش ما تقول له اولي ما هزيديك انت حيوان تعطيو نضحك وديروا الكاسك ما يمشي يضربكم شي حيوان. الحيوان راه عنده فكر في شكل. الحيوان راه كيفكر في شكل. المهم ما تتعاملوش مع الحيوان بحال البشر. حذاري نتوما حذاري وديروا الكاسك باش حتى لا تضحكوا شي واحد الكاسك. خوتي هاد السيد راه نجا بأعجوبة. طاحت عليه واحد البرة ما نعرف واش البرة ديال شي ريزو ولا البرة ما عرف ديال شي حاجة شي حاجة. المهم سيدي ربي نجاه. هاد السيد خاصو يخرج 30 قصعة في الشهر. كل نهار خصو يخرج قصعة. راه كارثة. جا نجا بأعجوبة. سيدي ربي سلكو. حذر وهرب. سيدي ربي نجاه. المهم سيدي ربي نجاه بالمختصر المفيد. سيدي ربي نجاه. هذا كيتسمى الرجل الدلاحة اللي ما عنده كاسك يدير بالدلاحة الكاسك. المهم ماشي قبلوا مال البوليس المهم راه بريكولا. هذا كيتسمى البريكولور دو بطيخ. هذا مطيش بزاف فيك اليوم كتوقع واحد الكارثه في الشهر. اخوتي الف تحيه للجنود المغاربه على الحدود على كامل التراب الوطني. تبارك الله راهم عاسين وحاضين. الله يرزقهم الصحه ويدوز سربيسهم على خير مع شي وحدين راه كيبغوا يديروا لنا المشاكل. السعيديه 3 شبان جزائريين باغيين يحاربوا عن طريق المغرب. السلطات المغربيه كانت على يقظه من امرها. جراو عليهم ملي شافوا العين حمراء بغاو يدخلوا سيدي الجزائر سباحه. السلطات الجزائريه ملي شافتهم جايين كيدرعوا هزوا سيدي وبداو باغيين يشيروا عليهم. عند بالهم بانهم مغاربه باغيين يكرروا ديك الواقعه اللي وقعت هذه شحال. فاذا بجندي مغربي كيدخل وكيعلمهم بانهم هادو راه جزائريين عاد جمعوا الكلاط. كانوا الصفا ولا ولاد بلادهم سخطوا والدين عند بالهم مغاربه. شوف على هاد الناس لا حول ولا قوه الا بالله. والسؤال اللي كان مطروح هو كل ما تدخلش هذا الجندي المغربي اشنو كان غادي يوقع؟ كانت توقع كارثه. كانوا غادي يصفيو ولاد بلادهم عاد في الاخر عيطوا البحريه الجزائريه جات هزتهم ودات. هي في العيد الناس غادا هاربه من الجزائر. ثالث اقوى اقتصاد في العالم. ها هو كل شيء موثق كل شيء مصور. يا ودي ثالث اقوى اقتصاد في العالم. يحيى تبون يحيى عمي تبون افضل رئيس داز على الجزائر هو عمي تبون بقياده الكابرا الشطريحه. خوتي راه بعد الجزائريين راه دايرين واحد الفضيحه في العالم. راه شوهوا الجزائر وما عرفتش علاش الجزائريين بدين بالسرقه. راه دايرين مصيبه في اوروبا وفي العالم. المهم نخليكم تشوفوا المشاهد. Stabbing on the streets is an Algerian man. This has been confirmed. كنت راح نحكي اليوم على الجزائري اللي ضرب صاحبه بموس في ديبلا والصحافه كامل تهضر عليه. لقيت واحد جزائري ثاني ضرب واحد ايرلندي بموس 7 خطرات. الايرلندي هذا خو صاحبته وهو طالب اللجوء. من بعد لقيت فضيحه واحده اخرى في تايلاندا. الصحافه التايلانديه كلها هاد اليومين راهي تهضر على 2 جزائريه سراقين كانوا يسرقوا في مطار بانكوك. ومن بعد كيتبعوهم لقاوهم كانوا يسرقوا في وين كاين ليبيس وين كاين الغاشي. تباديله كي لقاوهم قريب 60 في العمر في 2. صوروا واحد قريب 60 سنه في عمره ويسرق يضرب الجلده كما يقولوا في الجزائر.
تسمى حياته كامل هو سراق. واحد 60 سنه راهو جد يدور الجيريان وين تروح دوكا في النيوز في التلفزيونات في لي جورنو. هذوما الزوج تاع تايلاندا سموهم، واحد اسمه احمد واحد اسمه عمر، عمي احمد وعمي عمر، ولا الحاج احمد والحاج عمر. حكموهم يقبروا في لي توريست مساكن في مطار بانكوك. لي توريست يسنوا في الطاكسي وهما يجيو موراهم يبداو يضربوا لهم البورتفي. شنو يضربوا به؟ شاف القابل اللي ضربوا له البورتفي كاين ابليكاسيون تاع الشرطه السياحيه، خبر تبعوا لي كاميرا لقاو العجب، خلاوهم يروحوا يرقدوا في لابارتمون تاعهم وصدموا لهم في الفجر. لقاو باللي كي يسرقوا الكارطه يروحوا يقضيو بها، يجيبوا غير الماركه ويعمروا هذيك لابارتمون بالماركه ومن بعد يروحوا مع البايش وين يعاودوا يبيعوا فيهم. ودوكا كل الامم ولا تسمي، كانوا يقول لك واحد ولا غير يحطوا اسمه ولا يقولوا نيترونجي اجنبي، درك ولاو يسميوه الجيريان جزائري. ولات السمعه تاعنا هايله مزيدا من التالق. وشكون اللي كيخلي سراق سراق؟ التربيه يا الخوت، التربيه. المهم الله يحفظنا ويحفظ كافه المسلمين يا الخوت. بشواع يا الخوت، هذا داك بشواع. الرزلو الباربريزا خوتو بالثاني. هذا مشى النيت، شوف هذا راه غادي النيت، هذا حتى الصوفه ديالو غادي يشويه. مشيت لغدايا. المهم بدا تلبس وريني اللقطه تاع هي خوتي. ما تنساوش اللايك حتى نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والمزيد من التعلق لكم ولنا، والسلام عليكم.